وهران إلى الدور السادس عشر، راح يلعب إن شاء الله أمام جمعية عين الكرشاء في 11 أو 12 من ديسمبر الجاري. طبعا إذا كان يعني مولودية وهران اللي طبعا كملت كان 4 فرق كما قلت لك الأسبوع الماضي من ولاية وهران اللي شاركت في هذا الدور النص 32. إذا كان إقصاء تاع بطيوة، نجم بطيوة اللي اشتهى من قبل أمس البارح مع شبيبة تصورة كان منطقي أمام فريق قوي، فريق يلعب في القسم الأول، ومن قبل انتهت بهدف ليسيو. فريق بطيوة ظهر إمكانيات كبيرة يعني حقيقة، راه في المرتبة الأولى في الجهوي، يستحق العلامة الكاملة. فريق نحييهم طبعا أكيد، هما أولمبيك نحيي العمل اللي قاموا به، راهم في المرتبة الأولى بدون أي انهزام، وراهم في سلسلة 3 تاع 3 زاكسيسيون كونسيكوتيف، كانوا في القسم الشرفي. ما شاء الله كانوا في القسم الشرفي راهم طالعين يعني من هذا المنبر ندعوهم لإذاعتنا 6 نقاط، راهم في المرتبة الأولى ب6 نقاط على فريق الجار مجد أرزيو أمجية. الفريق الثاني أولمبيك مرسى حجاج أقصي في باركة أمام مولودية باركة. دونك سي با ماشي حاجة، ماشي مفاجأة، ولكن مفاجأة والخيبة الأمل هي مولودية وهران اللي انهزمت هنا في ملعب هاتفي ميلود أمام طراجي مسقالم. طبعا ما نطيحوش من قيمة الطراجي، لأن فريق يلعب في القسم الأول عنده لاعبين ممتازين وأغلبيتهم قاع لعبوا في مولودية وهران. الهدف التعادل سجله مطراني يلعب في مولودية وهران. المشكل ما نعرف، أنا تكلمت في حصة في القناة تاعي وقلت يعني مانيش عارف، راه كاين الجو داخل الفريق كي تشوف مسؤول، يعني الا كان تسمحي لي نهضر، هذا المشكل بين المدير الفني ومشكل بين المدرب، ومازال الاداره ما دارتش حد لهذا المشكل. تتوقع اشياء اخرى، ولاعبين نظن كاين بعض اللاعبين كذلك ما راهش في راسهم في المولوديه، ما راهمش نظن خاد المردود تاعهم نقص اكثر باكثر، ما عرفناش. هذا الكاس يعني خيبه امل كبيره، لان كانوا كاع الانصار يعني الجماهير الوهرانيه يحبوا كاس الجمهوريه. كان طبعا كاس الجمهوريه شكون ما يبغيهاش، مساكين كانوا من وين راهم يقارعوا كل عام كل عام. انا شخصيا كنت متفائل، قلت هذا العام الموسم الفريق عنده فريق لا باس به، قلت راح يروح بعيد بهذا الكاس ربما، واللي ما لا يعاود يفوز بها. ولكن كي تشوف الطريقه اللي يلعب بها وتشوف ما قدرش يسجل، ما قدرش يعدل النتيجه، يعني حقيقه خيبه امل كبيره. يبقى الجمعيه اللي نحيوها من هذا المنبر للتاهل يعني مستحق امام شباب بنيتور، قسم نفس البالي نفس القسم، وكانت عنده ضربه جزاء في دقيقه 119 فريق شباب بنيتور، وتصداها الحارس عزيريه اللي نحيوه ثاني. دار مقابله جميله، دار صدى لضربه جزاء وضربتين جزاء في سلسله الترجيحيه، ضربات ترجيحيه، وتاهل الجمعيه ب4 مقابل 3، وتاهل الدور المقبل سيتقابل مع شبيبه عين كرشه لولايه البواقي. يعني راح يكون ديبلاسمون تاع جمعيه وهران، التنقل الثاني على التوالي يوم مازال ما عرفناش وين يلعبوا، اسكو 11 أو 12 أو 13. دونك في الفريق الوحيد اللي تأهل هو جمعية وهران اللي نحيوه، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى له التوفيق لمنتخباتنا الوطنية كاملة. شكرا جزيلا لك سي عزيز، شكرا لك الهواري على الحضور. شكرا لمستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نحييكم دائما ونلقاكم بخير إن شاء الله. نودعكم على صوت الحق، أذان صلاة الظهر بتوقيت وهران وما جاورها. شكرا.